السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطس التحفة اللذيذة الجميلة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. هنعمل بقى حاجة سهلة وبسيطة كده مش هتاخد مننا وقت. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه عليه الصلاة والسلام. اول حاجه بنسمي الله ونجيب الصينيه اللي هندخلها الفرن. بعد كده هنحط معلقتين 3 زيت، او ممكن تحطي معلقه سمن زي ما انت عايزه. بصلتين متخرطين بالطريقه دي زي ما انت شايفه. هنبتدي بقى نقلبها. انا مش عايزاها تاخد لون ولا اي حاجه، انا مجرد بس ان البصل يدبل. هنرش بقى رشه ملح ونبتدي بقى نقلب زي ما انت شايفه كده. خلاص انا مش عايزه اخد لون اكتر من كده. هننزل بقى بالبطاطس. انا دول حبايتين بطاطس كبار عاملاهم، ممكن يكون 3 متوسطين او انتي تبع اسرتك. بس ما شاء الله الصينية دي تكفي حدود 4 أو 5 افراد. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ده قرن فلفل اخضر مقطعه بالطريقة دي. هنبتدي بقى نقلب كل المكونات كده مع بعض. ودلوقتي هنضيف الثوم. الثوم ده بقى يا جماعة مفيش غنى عنه مع صينية البطاطس، بيخلي لها طعم وريحة يعني فظيعة ما شاء الله. ده شطة، ولو عايزة تضيفي بابريكا ضيفي بابريكا. كمون وملح. وهنقلب بقى كده كل المكونات مع بعض زي ما انت شايفة كده. وبعد كده هنبتدي نضيف عصير الطماطم. دول 4 حبات طماطم متوسطين كده، عصرتهم او فرمتهم في الخلاط. خلاص كده بقى هنقلب كل المكونات كده مع بعض ونظبط الطعم. لو احتاجت ملح احتاجت كمون تضيفي زي ما انت عايزة. تمام. دلوقتي انا كنت سلقة اللحمة، هبتدي بقى اضيفها وانزلها كده لتحت واخد من الصلصة كده واحطها عليها، عشان ان شاء الله لما تخش الفرن كده تاخد لون مشوي يبقى تحفة كده. خلاص يعني يعتبر صينية البطاطس دي مستوية تلتين سوا. دي شرايح طماطم بقى. نبتدي نرص كده على وش الصينية، بتدي لون جميل. والبصل ده بقى يا جماعة يعني زودوا منه، بيبقى تحفة في منتهى الجمال. بيبقى مسكر جدا جدا وبيبقى حلو جدا. تمام زي ما انتم شايفين كده. وده فلفل اخضر برضو نرص كده زي ما انتم شايفين. انا مشغله الفرن، هدخلها الفرن، مش هتاخد وقت ولا حاجة. وبعد كده نرجع تاني ان شاء الله. زي ما انتم شايفين بقى اللون يا جماله، حاجة كده تحفة وما خدتش مننا وقت. واحلى فطار. كل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة. ممكن تعملي بقى جنبها حبة رز ابيض، رز بشعرية، يبقى بألف هنا وشفا. حاجة سهلة وسريعة. احنا مش عايزين نضيع وقتنا كله في الاكل والشرب، عايزين نعمل على قد ما نقدر الحاجات السهلة البسيطة. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله صينية البطاطس طالعة روعة وما خدتش مننا اي وقت ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. كل عام وانتم بخير. ربنا يتقبل منا ان شاء الله الصيام والقيام وقراءة القرآن ان شاء الله. وندعي كلنا كده باللي احنا عايزينه. كل انسان جواه دعوة نفسه ربنا سبحانه وتعالى يحققها له. ادعوا بقى في الايام المفترجة الكريمة دي. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في امان الله.